السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وراح نواصلوا في تحضيرات عيد الأضحى المبارك. راح نشارك معكم اليوم سلطة بزاف بنينة، غنية بالألوان، غنية بالفيتامينات، وشكلها بزاف يشهي. تقدروا تحضروها للضيوف، تقدروا تحضروها للعرضات، كذلك يعني عيد الأضحى توالم بزاف. والحاجة المليحة كذلك في هذا السلطة أنها تجي زاكية، يعني زوج 3 حبيبات من كل نوع تاع الخضر راح تحضري بهم 6 صحون أو أكثر. كذلك يعني إذا وجدتي هذا السلطة لعيد الأضحى المبارك مثلا، ولا كانوا عندك ضيوف، كاين بعض الخضار اللي ديري لهم تحضير مسبق وديريهم من قبل وتنقصي على روحك شويه شغل، وكاين يعني ديريهم بالخف وتقطعيهم فقط وقت التقديم. راح نصلوا كامل على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاه والسلام. قولوا بسم الله وعلى بركه الله وندخلوا مباشره في الفيديو ديال. طبعا بعد ما ديروا لي هذاك اللايك هكذا باش نتشجعوا نضيف لكم المزيد والمزيد من الوصفات المنزليه الناجحه. هنا خديت 4 حبات تاع البيطرف بعد ما غسلتهم مليح مليح ونحيت لهم كامل هذاك التراب. درتهم في لاكوكوط، درت لهم كميه من الماء ودرت لهم حوالي 3 إلى 4 علفات تاع التمر. يعني بهذيك العلفه تاع التمر ولا كوكوط البيطرف تاعكم بعد ما تصفركم لاكوكوط ربع ساعه 20 دقيقه راح يكون جاهز. كذلك عندي سلطه خضراء وكميه من المعدنوس، عندي 2 حبات تاع خيار، عندي 3 ولا 4 حبات تاع زروديه، 3 حبات تاع طوماطيش، و2 حبات نتاع البصل. حتى هذه الكميه تاع الخضر يعني ما درتهاش كامل، درت النصف تاعها فقط ودرت لي كميه لا باس بها. هنا عندي تقريبا 1.5 كاس تاع الرز. خيروا اي نوع تاع رز يكون متواجد عندكم في المنزل. هنا خديت قصرونه صغيره درت فيها كميه من الماء، درت فيها شويه تاع ملح، وفرغت فيها هذيك الكميه تاع الرز بعد ما غسلته تحت الحنفيه عده مرات. راح نخليه يعني يطيب على نار متوسطه حتى نصب الرز تاعي طاب مباشره، راح نصفيه ونخليه يبرد جانبا. كذلك هذه السلطه فيها البطاطا، يعني خديت حوالي 3 إلى 4 حبات بطاطا يعني متوسطين. اذا كانوا حبات تاع البطاطا تاعكم كبار يعني 3 حبات 2 حبات راح يكونوا كافيين ويديروا لكم كميه مليحه. قطعتهم فقط مكعبات صغيره بهذا الحجم اللي راكم تشوفوه فيه. انا هذه السلطه لما نديرها في العيد الكبير، بما انه يعني يكون فيها الرز، يكون فيها البطاطا، يكون فيها يعني تقريبا كامل الخضر، يعني كاين اللي ولادهم في اليوم الاول ما يحبوش ياكلوا اللحم. انا شخصيا ولادي وخصوصا الصغار يعني لما يشموا هذيك الريحه تاع اللحم، هذيك الريحه تاع البوزلوف، يعني تروح لهم كامل لابيتي، ما يحبوا ياكلوا والو. يعني هذه السلطه راح تكون متنوعه، راح ياكلوا بلا ما تقعدي تخمي فيهم يعني كلاو ولا ما كلاوش ولا شبعوا ولا ما شبعوش. بالنسبه لهذه البطاطا تبلتها بشويه ملح ودرت لها شويه معدنوس مجفف، يعني المعدنوس المجفف يمد لها بنه خاصه، وكذلك الشكل تاعها يعني يجي بزاف شباب. مباشره كنت دايره قدره او كسكس وحطيتها طيبه على البخار. احنا شوفوا الرز يعني 8-10 دقائق راح يكون جاهز، راح نطفيه له. البيطرف تاعنا حوالي 20 دقيقه فقط وراح يكون جاهز، والبطاطا تاعنا كذلك يعني 5-8 دقائق راح تكون جاهزه. هنا عندي الزيتون قطعته شرائح كيما شفتوا، وكذلك عندي زيتون خضر، عندي الزيتون الاسود. هنا راح نوري لكم هاد العلب، يعني لقيتهم يتباعوا في ميسوني، ربما وحده ولا تسالني في التعليقات وتقول لي على هذيك العلبه يعني من شريتيها. عملك يعني تلقاهم بحجوم مختلفة وبألوان كذلك مختلفة. أنا شريت الأبيض وشريت الغوص، كاين كذلك في الكري، وربما كاين ألوان واحد أخرين. يعني لما تغسلوا الزيتون تقطروه ديروه فيها، ديروا فيها شوية جلبانة شوية فواكه يعني يكونوا مقطعين. أنا شريتها باش نقطر فيها شوية خضار، وكذلك يعني راك تشوفوا هاد المصفات. أنا لما نخدم الفرماج يعني ندير له كومبريس ونصفيه مليح مليح في هاد المصفات ولا في هاد القالب، يعني راح يجيني الشكل تاع الفرماج بزاف الشباب. الثمن هاد العلبة صغيرة شريتها 10,000، هذيك الكبيرة يعني اللي متوسطة شويه شريتها 15,000. راح نحطهم جانبا ونرجعوا للوصفه ديالنا. كذلك عندي هاد العلبه تاع المايز، يعني ما راحش نديرها كامل، دوك ندير منها كميه فقط. حبيت نشارك معكم واحد التدبيره، يعني كاين بزاف اللي يعانوا من المايز، يعني غير يفتحوا هذيك الباطه يستعملوها مره اثنين، الباقي يعني كامل تفسد لهم. شوفوا رغم انني يعني عندي هاد العلبه صغيره، لكن واش ندير لها؟ نحي لها كامل هذاك الماء تاعها، ندير لها كميه من الماء ونفس الكميه من الخل، نخلطهم كامل مليح، ونعاود نجيب اي بلاره تكون محكمه الغلق ونفرغ فيها هذه الكميه تاع المايز. ومن المستحسن يا اما ديروا نص ماء ونص خل، يا اما تغلبوا الخل على الماء. يعني الخل كل ما كثرتوا لهذا المايز راح يبقى لكم يعني عام في الثلاجه بلا ما يفسد، بلا ما يصير له حتى حاجه. وهذه يعني التجربه الشخصيه، انا توجور المايز ندير له هكذايا.
مرات تكون عندي هذيك العلبه الكبيره اللي فيها 2 كيلو ولا، يعني نحكم هذاك الماء نفرغه كامل، ندير تقريبا نصف الكميه الماء والباقي نفرغ له تقريبا واحد نص قرعه تاع خل، ولا يعني هذيك القرعه الصغيره، يبقى لي اكثر منها بلا ما يفسد لي. لكن فقط هذا المايز لازم تخصوه للسلطات فقط، لانه لما ديروا له هذيك الكميه المليحه تاع الخل كي شغل يجي يعني قارص شويه. ما تقدروش مثلا ديروه يعني في البيتزا ولا في اي عجائن واحد اخرى. هذه الحاجه عليا وراني مجربتها، يعني ديريها وعينيك مغمضين. يعني المايز راح يبقى لك قد ما قدرتي في الثلاجه. فقط يعني الحاجه اللي تقدروا تعيبوا بهذه الطريقه هو انه المايز تاعكم يعني يجي شويه قارص، ماشي قارص ما قارص، ما يجي بالطعم الحامض، وتقدروا تستخدموه في السلطات فقط. هنا راح نوري لكم في عجاله كيفاش قطعنا هذا الخضار. اذا استخدمتوا الخيار ضروري الخيار تاعكم يعني ما يكونش فيه هذيك الزريعه لداخل ولا هذوك البذور. شوفوا انا الحبه الاولى درتها مباشره، الحبه الثانيه نحيت لها كامل هذيك الزريعه هكذا، يعني باش المبتدئات ياخذوا فكره. يعني صح طريقه التقطيع ولا كامل نعرفوها، لكن حبيت نوري لكم يعني هذه الوصفه من الاول حتى للنهايه هكذا باش الوصفه تاعنا تكون مفيده. هاي ليك راح نقطعوا تقريبا مكعبات بنفس الحجم اللي قطعنا به البطاطا، حتى تقطيع الخضار يعني مهم بزاف. هنا عندي البصل كذلك، خصوصا اذا درتوا هذه السلطه في عيد الاضحى المبارك وحطيتوها مع المشاوي، يعني ضروري تكون عندكم كميه من البصل الاخضر، يعني نديروه بدون طهي. هنا بدلت السكين ودرت هذاك السكين المشرشف ولا السكين تاع المنشار هكذا باش يقطع لي الطوماطيش بالطبع. كذلك الطوماطيش تاعكم حاولوا تختاروها نوعيه مليحه، يعني هاد الطوماطيش اللي تجي طويله تجي بزاف شابه ما فيهاش زريعه بزاف، وتجي كذلك حمراء وبنينه. حاولوا تنحوا اغلبيه البذور كذلك اللي تلقاوهم. عندي هذيك الزروديه هنا درت 3 حبات فقط تاع زروديه وسكرفجتهم. البطاطا كذلك بعد ما فارت لي يعني درتها في هذيك العلبه بعد ما بردت لي تماما. بالنسبه لهذاك البطراف يعني انا جوزته في السكرفاج الخشين، درته في مصفات وخليته يقطر اغلبيه الماء. تحبوا تقطعوه مكعبات صغيره كما قطعنا بقيه الخضار لكم الاختيار. الرز كذلك صفيته مليح مليح وخليته حتى نبرد تماما. المعدنوس كذلك قطعته تقطيع خشن، غليت 3 حبات تاع البيض وتبقى الكميه تاع البيض على حسب عدد الصحون اللي راح تديروهم. بالنسبه لهذاك الرز يعني رانا دايرين فيه الملح، درت له شويه معدنوس، درت له مغرف تاع المايونيز ودرت له كذلك كميه من المايز وراح نخلطه. هنا الدور نتاع المايونيز اضافه الى الطعم هو اننا راح يحكم لنا هذاك الرز كامل، ولما ديروه في القالب يعني تقلبوه يبقى متماسك، يعني راح يحافظ على الشكل ديالو. انا كان عندي هذا القالب لكن يعني صراحه ما بانليش مليح في السلطه. اذا كان عندكم قالب يكون شويه مقبب وعالي ضروري ديروه هكذا باش الرز تاعكم كذلك يبان يعني ظاهر في السلطه. عندي كذلك هاد الصلصه تاع الفينيغرات الجاهزين، اذا حبيتوا يعني ديروا اي صلصه تاع فينيغرات خاصه بكم ولا لكم الاختيار، لكن حاولوا ديروها وقت التقديم. اذا حبيتوا ندير لكم المايونيز وبشحال من نوع وكذلك الصلصه تاع الفينيغرات راح تقولوا لي فقط في التعليقات. لكن من فضلكم يا جماعه يعني ما راني نلقى في الفيديوهات تاعي مؤخرا لا مشاهدات لا لايكات، يعني المشتركين يا المشتركين باش تلقاي مثلا يعني مشتركين اوفياء اللي يتبعوك ويشوفوا لك المحتوى تاعك، ولما يشوفوا الفيديو يعني اقل واجب انهم يديروا هذاك اللايك. ما على باليش علاش يقصروا في هذيك الحاجه، يعني اللايك اقل واجب تقدروا ديروه معايا ولا مع اي صاحبه قناه واحده اخرى. تصوير الفيديوهات هادو مع المونتاج، يعني لما تكوني تهضري في الفيديو تلصقي الهضره على هذاك الفيديو يعني بزاف صعب وياخذوا الكثير من الجهد والكثير من الوقت. راح نرجعوا للفيديو ديالنا بعد ما خديت هذاك المول ودرت به هذيك الكميه تاع الرز. انا شوفوا كيفاش راني ندير، يعني الطبسي تاعكم راح تقسموه بالعين على حسب عدد الخضار اللي عندكم. مثلا انا عندي 6 انواع من الخضار، راح نقسم الطبسي تاعي بالعين الى النصف. 3 خضار نديرهم في النص تاع اليمين و3 نديرهم في النصف الاخر. هنا بديت بالبطاطا حطيتها من هذه الجهه، زدت حطيت قدامها زروديه، وضروري يعني ديروا تناسق في الالوان. كذلك حطيت هذاك الخيار، شوفوا يعني درت اللون الابيض، درت قدامه هذاك البرتقالي، درت قدامه اللون الاخضر، زدت درت قدامه هذاك البطراف. هنا شوفوا هنا عندي طوماطيش وعندي البصل، ضروري دوك هذاك البصل نديرو قدام البطراف باش يجي الاحمر وقدامه الابيض، وهذيك طوماطيش حمراء نديرها من جهه الابيض اوليو باش نديرها قدام البطراف هكذا باش الالوان يجوا شابين هكذا. ماشي واحده تجي في التعليقات وتقولي لي سلطه شديتينا فيها يعني هاد المده كامل. يعني كاين واحد لي زاسيس ضروري نوروهم للمبتدئات ولا غير المبتدئات هكذا باش نخدموا حاجه شابه ومليحه.
خديت شويه مايز كذلك درتهم من الفوق، زيتون شرائح كذلك درتهم من الفوق. والحاجه اللي نوصيكم عليها المايونيز لما ديروه يعني في الكيس حاولوا ديروا الثقب صغير فقط هكذا باش المايونيز تاعكم تجي رقيقه وشابه وما تغطي لكمش هذوك الالوان تاع الخضار اللي من تحت. يعني نديروها هكذايا، ومن بعد لما تكون عندكم اي صلصه تاع فينيغريت ولا زيدوا ديروها من الفوق وقت التقديم. زدت درت شي معدنوس من الفوق، درت حبيبه تاع زيتون كحوله، وصراحه جا الشكل يعني بزاف الشباب. بالنسبه للخضر اللي تقدروا تحضروهم كتحضير مسبق، البيطراف يعني لما تغليوه، الرز كذلك البطاطا، باقي الخضر يعني راح تقطعوهم وقت التقديم. البيطراف كذلك اذا حبيتوا ديروه يعني خضر بدون ما تغليوه تقدروا كذلك تسكرفجوه في السكرفاج الرقيق ولا في الخشين، كذلك راح يجي بزاف شباب. تقدروا تسكرفجوا له فص تاع الثوم ولا باش تحطوه في السلطه تاعكم. اذا غليتوه مثلا ما تحبوش تسكرفجوا قطعوه مكعبات صغيره يعني كيما حبيت. ان شاء الله الاقتراح تاع اليوم يكون عجبكم ونال رضاكم. وفي الاخير ما عليا الا نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.